الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. كتير من الاسر تقول لك لا استنى لما يوصل سنه 16 او 18 سنه ونعمل له العمليه. هو للاسف ده مفهوم خاطئ متعارف عليه قوي في المجتمع بتاعنا، حتى مع بعض الدكاتره كمان، ان ما ينفعش نعمل عمليه في العمود الفقري الا لما السن يوصل 16 و17 سنه، وده للاسف وصل حالات كتير لمراحل متقدمه جدا من الاعوجاج من غير ما يدوروا على حل، لان هم خدوا الانطباع الاول من الكوميونتي عندهم ان لا لازم نستنى، فبالتالي ده بيؤدي الى مشاكل كتير قوي، لان الاعوجاج بيفضل يزيد وهم عاملين حسابهم انه لا هنستنى لغايه 16 سنه. فيعني اول نقطه ان الكونسبت او المفهوم ده خطا تماما. مفيش سن معين لاصلاح الاعوجاج، اللي بيحدد وقت اصلاح الاعوجاج هو الدرجه بتاعته وبيزيد بنسبه قد ايه. ممكن يبقى طفل صغير عنده 4 سنين 5 سنين نعمل له، ممكن 10 سنين، ممكن 13، ممكن 18، كله ليه علاقه بالايه؟ بالدرجه نفسها. انا جايب مثال لحضرتك، ده ولد كده عنده 6 سنين، شايف حضرتك الاعوجاج عامل ازاي؟ مهول، رقم يعني واخد 90 درجه. طب انا الولد ده لو كنا سيبناه سنه واحده كمان كان تقريبا مش هيعرف يقف كويس، مجرد سنه كمان. يعني شوف حضرتك وقفته ازاي قبل وبعد العمليه، يعني مايل على جنب ازاي بدرجه الاعوجاج العاليه، بتخليها الحوض مرفوع من كتر ما الاعوجاج عالي عشان يقدر يقف. فده ما كانش ينفع يستنى، وده عملنا له التقنيه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، اللي هي الاي بي سي او تقنيه التطويل الذاتي، وزي ما هي باين في الاشعه في الصوره اللي قبل دي، وما شاء الله مستقيم، وفي قضبان العمود الفقري هينمو عليها، وعملنا له العمليه في الوقت اللي مناسب اللي نقدر ننقذه فيه ويرجع يمارس حياته. فالسن مش عامل، العامل هو الدرجه ونسبه التطور بتاعها كمان.